السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم. في الفيديو ده هنعرف تفاصيل كتيرة جدا جدا ومهمة أوي في قضية تغريد محمد الهادي، وأصبح الطرف الأصيل فيها والأول فيها دلوقتي يعتبر منعم. وهنعرف هو فعلا منعم قال إن يعترف بالعيال فعلا كده ولا ما قالش. طب ورأي القانون والشرع إيه في تسجيل العيال باسمه؟ طيب وأسباب بكاء محمد الهادي ومواساة بسيطة كده ليه؟ طب موقف منعم ايه من السجن لو اعترف بالعيال؟ وهل هي مساومة لمحمد الهادي انه يتنازل عن القضية في نظير انكار النسب؟ طيب موقف محمد الهادي ايه لو اتنازل عن القضية؟ وهنقول لتغريد هيبقى حالك عامل ازاي بعد فرار الكل من حولك. ومرات منعم هيبقى رأيها ايه في الموضوع ده؟ ومنعم لازم ياخد عدة خطوات عشان يثبت ان كلامه صدق. هنعرف كل ده في الفيديو بإذن الله، بس نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتدوسوا على لايك وتعملوا شير للفيديو، وجزاكم الله خيرا. اول حاجه، هو فعلا منعم. انا معلش مش عايز اقول عبد المنعم، لان عبد المنعم ده جايه من شخص انعم الله عليه، من المنعم هو الله، لكنه يعني مش هنتكلم. هو فعلا قال كده ان هو فعلا عايز يعترف ان العيال باسمه يسجلهم باسمه. انا ليه احتمالين في الموضوع ده وهم واقعيين، انه فعلا يكون قال كده انا هعترف بالعيال عشان يفض القضيه، وبرضه لمصلحته، ما هوش بطل، علشان ما يتحبس ويبقى رد سجون اداب، مش اي سجون، ده سجون اداب. بس اكيد واثق انهم ولاده، لانه مش هيقول من فراغ، اصل مش هيعمل نفسه بطل فدا. هو عارف والا ما كانش هرب، وكمان ما كانش اعترف في المحكمة قبل كده وقال انا كان في كذا وكان فيه كذا بدون تفصيل. ده احتمال اول. الاحتمال التاني ان يكون فرقة اعلامية من المصدر اللي صرح بكده، والا لو كان حقيقي كان منعم خرج بصوته ونفى عن نفسه الكلام ده. وبعدين هو هرب من السجن وهرب من التحليل عشان ما يثبتش لنفسه تهمة، فازاي هيشيلها من غير تحليل؟ ازاي حتى ولو وافق يكتبهم باسمه؟ فقانونا وشرعا، رأي القانون والشرع هنا لا يجوز انهم ينسبوا اليه، لانهم للأسف ماء هدر، احنا اسفة مأذنة، هينسبوا لأمهم وينطقوا باسم أمهم. ومن ناحية تانية المحكمة مش هتوافق على كلامه أصلا شفويا كده، هيقول لهم خلاص اكتبوهم باسمي فيكتبوهم. لا طبعا، ده لازم المحكمة تطلب تحليل البصمة الوراثية وتطبق عينة الأطفال بعينته هو، واعترافه ده ما يسقطش عنه حكم السجن من الناحية القانونية في سجنه، لأنه أصبح أصلا حكم نهائي، قضية الزنا بقى فيها حكم نهائي. وإذا كان اعترافه ده مساومة لمحمد الهادي عشان يتنازل عن القضية والقواضي اللي مرفوعة عليه، فمش من حق محمد الهادي يتنازل، لأن القضية ما بقتش ملكه هو، ده بقت ملك النيابة، بقت ملك المحكمة. محمد الهادي هنا أصبح شاهد إثبات فقط. طب يحصل إيه لمحمد الهادي لو تراجع وقال لك عشان أشيل العيال من على اسمي أتنازل وخلاص، عشان الفضيح بتاع بنات العيال دي قبل، يعني هو ملاك في زمن الهلاك، يعني يمكن قلبه يحن، بس طبعا محدش هيسمح له بكده. لو محمد الهادي تراجع، الطرف التاني اللي هو طبعا الاتنين المتهمين بعقوبة السجن والزنا هيرفعوا عليه قضية تزوير وشهادة زور، وهيطالبوه بالتعويض المدني، وهو مستحيل يتنازل أصلا، لأنه هو أصلا يعني محمد الهادي أصبح فرد من أفراد كل أسرة مصرية وعربية شريفة، مش من حقه يعمل حاجة لأن خلاص الموضوع ما خرج من إيده. أما بقى عن تفريق، ما ينفعش نقول عنها إلا تفريق. أنا عايزة أقولك إن أنا كنت بنصحك، وكانت الناس بتهاجمني تقول لي إزاي بتنصحيها وإزاي لسه مصدقة. أنا ما كنتش مصدقة، بس كنت بقول لعل وعسى، كنت بنصحك بالتحليل، كنت بقول لعل وعسى تثبتي صدق كلامك، انك عماله تتوعدي وتقولي لا ده انا هثبت وانا هجيب الحقيقه وانا العيال عيالك غصبا عنك وانا واثقه من نفسي وانا مش عارف ايه، وانا لو واحده زانيه كنت عملت ولو واحده كذا كنت سويت. فكنت من الباب ده بقول لعل وعسى، مش عشان اثبت شرفك انتي، علشان اثبت العيال دولت. نفسي محمد الهادي مكسور فيهم
والعيال دلوقتي مبقاش لهم حد. كان من باب الاولاد ومحمد الهادي. الناس كانوا في الغالبيه العظمى كانوا فاهميننا صح. البعض كان بيقول لي انت ازاي لسه بتدافع عنها. انا ما كانش من باب الدفاع عنها، انا من باب ان انا بنصحها تنفذ كلامها. اما بالنسبه بقى للاخ اللي اتدمر نفسيا، بقول لك انا اختك، وكنت عارفه من الاول انك بريء، وكنت عماله اتفرج من بعيد، بس لما ظهرت الحقيقه اتكلمت. كنت بنصحها كتير قوي بناء على كلامها ووعودها باثبات حقيقه صدقها، وكان نفسي تطلع صادقه قوي قوي عشان خاطر العيال يبقوا ولادك. مش تلزيق فيك، بس انت صعبان عليك العيال قوي قوي، لان اللي بيموت منه عيل عمره يوم بيتنوا حزين العمر كله عليه، يقول لك مات مني عيل. اما انت شقى عمر 11 سنه و3 اولاد، يعني تقريبا مقتبل عمرك كله راح وضيع الباقي كمان. انا بعذرك في بكائك، انا بعذرك معلش، وعارفه ان رؤوس الجبال لو نزل عليها اللي نزل عليك لقد دابت. دموعك دوبت الجبال يا والحجر والصخر يا محمد يا هادي. انت اخويا، انت اللي شفته واللي انت فيه كان المفروض يجعل منك مجرم محترف، لكن الحمد لله. عايزه اقولك ان انت ملاك في زمن الهلاك. احسبك من الاقليه وقليل ما هم، ولا ازكي على الله احد. وبدعي ربنا ان ربنا يربط على قلبك مثلما ربط على قلب ام موسى. والله انت بتقول كلام ان دموعك مش استعطاف ولا طلب شفقة ولا معاونة من حد. انا عارفة ان مفيش حد، ان حتى مهما صعبت على الناس كلها مش هيقدروا يخففوا معاناتك، لان جرحك جواك بينزف، واللي جواك بعيد عن ايدينا وايد اي حد. احنا عارفين كل ده، انت بطل حقيقي. كفاية قوي انك قادر رغم كل اللي بتمر بيه ده انك تفتح عينيك مع طلوع النهار عشان تشوف الدنيا دي. بقولك تماسك، اختبار الله نزل عليك، بس الحمد لله نزل مرافقا بلطف الله بك، انك صابر. لطف ربنا في صبره عليك، ان نزل صبره عليك. انت خسرت عيالك، مفيش حد يعوضك عنه، بس الحمد لله لقيت العالم كله حواليك. كنت قبل كده بوجه الكلام لتغريد او تفريق علشان خاطر تتلحلح وتتحرك من مكانها وتنهض بتستفز. كنت بقول لها قومي البسي هدومك وابوس جزمتك، قومي جري اعملي حاجه وحليلي خلي العيال نشوف مصيرهم ايه بدل الفضيحه اللي شغاله دي. ودلوقتي بقول لك اصبر، انت خسرت عيالك وسمعت بيك بالمنظر ده، بس عيالك دولت هيكونوا سبب عذابها العمر كله. يا تفريق، دلوقتي في ناس حواليك بيساندوكي، بس بكره وبعده واللي سندنا هيخلف وعده، وهتشتهي الموت في كل لحظه زي ما خليت الهادي يتعذب في كل لحظه. وداين تدان، واللي زرعتها تحصديه من ولادك. اما بقى مرات منعم، انا اسفه اسمي منعم حتى مش عايزه انطقه، اللي كانت بتقول للهادي مش هنريحك ونعمل التحليل لو ده هيريحك، دورها جه. ومش بس يعني لحظه، لا ده طول العمر. ان وفت بوعدها وقتلتهم زي ما قالت اصبحت مؤبد، وان اتطلقت ضاعت، وان صبرت اتذلت. ويا باشا منعم، التعابير ما بقاش شفوي خلاص، التعبير بقى تحريري نفذ. بقينا نكتب على الورق. إذا كنت ناوي تكفر عن ذنبك فعلا وتنهي القضية زي ما انت بتقول، اتقدم بطلب للنيابة تطلب فيه عمل تحليل الDNA لك انت والأولاد، وسلم نفسك تسلم من شر نفسك. وكده كده انت هتنسجن، محدش بيهرب من العدالة. رب شهوة أورثت ندما كثيرا. شوف الشهوة كانت بتاخد لحظات، أنا آسفة يا جماعة معذرة، شوف الندم هياخد العمر كله. احذر من الهروب، تعالى وواجه، يمكن تمر بلحظة تستغفر فيها وربنا يغفر لك، لعل وعسى. وكفاية العذاب اللي انتوا هتشوفوه من تحت راس العيال دول، وكفاية ظلمكم في الأشخاص دول، كفاية ظلمكم لنفسكم. أنا بقول لكم لوجه الله سلم نفسك، واثبت صدق كلامك، وما تخليهاش فرقعة إعلامية، ولم الدور عشان الدنيا فرقعت فوق من اللازم أوي أوي. شكلنا بقى وحش أوي 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 بسبب إيه؟ شخصين بس، مش أكتر من كده. هيجوا الدنيا بحال بس.
ومش هنقول غير ما يرضي الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتمنى لو وصلتم معايا لحد ده، أمن عليكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على اللايك. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.